فقلت له طيب ماشي، انا في البنت اللي انت كنت بتجيبها كل يوم الكوريه دي انا مصورها. قال لي ساعتها بقى وشه اتقلب، قال لي دي مراتي على سنة الله رسوله. قلت له طيب ماشي، هنجيب صاحب الشغل ونسأله ونشوف هل دي مراتك، ويقول لك على الأقل مبروك ان انت اتجوزت ولا لا، لان هو كان بيكلم بنات تانية وانا قاعدة يعني. المهم ساعتها انا كنت بكلمه في الدور اللي فوق، ونزلت بقى على طول لقيته نازل جري ورايا، خفت بصراحة لحسن يتعدى عليا او اي حاجه، ضربه او اي حاجه. فوقتها نزلت، فصاحبه اللي هي معاني المساعده قالت لي اميره انا سمعت من كذا كذا ان انتي ماشيه سايبه الشغل علشان الشغل انتي مش قادره عليه وتعبانه وكده، واتمنى ان انا اشوفك وانتي كنتي من احسن الناس شغاله. قلتها يا خاله ده كداب، ده ممشيني عشان هو جايب بنات وعارف ان انا قفشته وخايف ان انا افضحه، فعشان كده هو ممشيني ومش عايز يدفع لي فلوسه. اتصدمت وقعدت تزعق له في الشارع وهو يزعق لها في الشارع، والشيف ده اتدخل وقعد يزعق له ويشتمه ويقول له المكان ده هيخرب وهيبوظ بسببك، انت نجست المكان وكل الكلام ده. ووقتها بقى قالت لي امشي دلوقتي، وادتني رقمها. وقعدت بقى، انا روحت البيت عماله اعيط مش عارفه اعمل ايه. قعدت 3 ايام بقى بدون اكل اساسا خالص، بقى بدون اكل. وبعدين كلمتني قالت لي اميره البنك بتاعك ايه كذا كذا، حولت لي الفلوس. قالت لي انا قلت لصاحب الشغل وصاحب الشغل قال هيمشيه وكده، وحقك عليا وخدي الفلوس. وده اللي حصل. نزلت بقى عشان انزل مطعم البتراء ده. كان ساعتها بقى هما عايزيني اطبخ، وانا ما كنتش في موضوع الطبخ يعني خالص، فما قدرتش ان انا انزل. بعدين وقتها كان في واحده معايا برازيليه في الكوري، في كورسات الكوري، مش كورسات الكوري اللي هو في الجامعه، مع اللي هو بتاعه اللغه يعني. فالبنت دي كلمتها وقلت لها ان انا عايزه اشتغل جدا، ما فيش اي شغل تلاقيه قدامك او اي حاجه. فقالت لي انا في شغل، هي بتشتغله في كيدز كافيه، بتشتغل انجلش تيتشر. قلت لها انا عايزه اشتغل از ان انجلش تيتشر، انا عايزه الموضوع ده. قالت لي طب انا هسالهم. وساعتها فعلا اتقبلت في الشغل ده، وكان المبلغ بتاعهم كان كويس في الساعه الحمد لله. وطبعا انا اخدت بقى فلوسي من الشغل التاني، فكنت خلاص عارفه اتعايش شويه. نزلت طبعا الشغل التاني وكل حاجه. الشغل كان متعب جدا ان انا اشتغل مع اطفال، بس كنت مبسوطه الحمد لله. في يوم من الايام جات لي مكالمه من واحده مغربيه تقول لي انتي خدتي صوره واحده كوريه مصوراها وبتاع. قلت لها ليه؟ مع العلم ان انا كنت الصوره اللي انا مصوراها دي مصوره انا صوره في المطعم عادي، مش مصوراها هي كشخص، فاهماني؟ وما نزلتهاش في حته، فهي طالعه في الكاميرا عادي. فقالت لي طيب ماشي، الشخصيه دي تبع المدير ده، وهي ترفع عليكي قضيه، فامسحي الصوره في الموبايل، اعملي اي حاجه. اللي يسالك قولي له معرفش، مفيش، ما شفتش، ما حصلش. قلت اكيد ده عبط بقى وتخلف يعني. المهم بشتغل بقى في المكان اللي هو بتاع الطلبه، الكيدز كافيه ده. وبعدين جات لي مكالمه من الو احنا الشرطه. جات لي المكالمه الو احنا الشرطه، مرفوع عليكي قضيه، انتي صورتي حد بدون ان هو يعني ما كانش عارف وبلا بلا بلا، عايزينك معايا. قلت تعالوا بس نحل الموضوع. انا بحسب بقى ان هم الناس بيهزروا وبتاع، وانا الكوري بتاعي ما كانش برضو حلو لسه. لقيتهم بيحددوا ميعاد ومش فاهمه اي حاجه. قلت لهم هكلمكم بعدين. المهم قعدت في الجامعه، كنت ساعتها عندي كلاس. وبعدين مره واحده لقيت بيبعتولي، لقيت مبعوتلي رساله تعالي على مركز الشرطه الخاص بكذا كذا الساعه كذا كذا، حاجات كده غريبه يعني. وقتها اكتشفت الموضوع ده بجد. ساعتها جسمي اترعش واتنفض من مكانه. سبت المحاضره قلت لها انا لازم اروح. قالت لي في حاجه يا اميره؟ قلت لها لازم اروح دلوقتي. روحت البيت. كان ساعتها المشكله ان انا كمان خلاص ما بقيتش عارفه اركز كمان في الكلاسز بتاعت الكوري بتاعتي، وان انا كنت الهدف بتاعي ان انا الكلاسز دي اخدها واخد معدل كبير، فاخد منحه مموله بالكامل ويدفعوا لي بقى الحكومه الكوريه وهكذا. بس انا ما كنتش قادره خالص اركز. رحت بقى في يوم اللي هو الشرطه اللي قالوا لي اروحه ده. رحت في يوم ما لقيتش اساسا الشخص اللي رفع عليا قضيه موجود هناك. انا كنت قاعده لوحدي، قاعدين بيحققوا معايا، في مترجمه
كورية بتترجم من العربي الكوري. انا قاعدة في مركز الشرطة، قاعدين بياخدوا البصمات بتاعتي، بيسألوني اسئلة كتيرة جدا، ومن ضمنهم بقى ان هتعوضي الشخص ده ماديا. اعوضه؟ انا معايا ماديا، اعوضه ماديا؟ هو انا معايا الماديا دي؟ قلت لهم بص انا معيش فلوس. وبصراحه وانا كنت شغاله وده غير قانوني، بس انا حتى لو هم قالوا لي ادفع انا معيش فلوس. انا معيش فلوس، اعمل ايه؟ قال لي طب لما يبقى معاكي فلوس. قلت له لما يبقى معايا فلوس هصرفها عليا عشان اكل. قعدت بقى اشرح له موقفي، وانا طيب هعمل ايه، والبلد مستنيه مني اعمل ايه. خلاص ودوني مصر، لو انتوا عايزين تودوني مصر، بس انا مش هقدر ادفع اي غرامه، مش هقدر ادفع اي فلوس، مش هقدر. المهم يعني في الاخر لقيت مره واحده الموضوع ده بقى، ده كان مسبب لي طبعا زي رعب لفتره كده كبيره جدا. وبعدين مره واحده كان المفروض لقيت المكالمه جت، خلاص الشخص ده اتنازل عن القضيه. مره واحده كده اتنازل عن القضيه، وخدي رقم الشخص ده اتصلي بيه، لو حابه ان انت تتصلي بيه وقولي له شكرا. قلت له يعني اتصل ولا لا؟ قالوا لي ما نقدرش نقول لك تتصلي ولا لا، لو انت حابه تتصلي بيه تقولي لي شكرا اوكي. ما رضوش ان هو يقولوا لي اعملي كذا او ما تعمليش كذا. قلت لهم اوكي. اتصلت بالشخص ده، ما فيش حد بيرد، وساعتها الموضوع انتهى على كده. انا فاكره اليوم ده، انا ساعتها كنت في كانجنام، كنت ماشيه في الشارع، كنت بقى ساعتها راجعه من مكان الشغل اللي هو الكيدز كافيه ده، وراجعه ولسه ما قبضتش طبعا من الكيدز كافيه ده، فبرضه انا لسه حالتي ماديه مش قد كده. كان ساعتها في البنك بتاعي كان في 20,000 ون. قعدت كده في الشارع، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. وقعدت اعيط عياط، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. ونزلت بقى الشغل تاني يوم مبسوطه جدا. قعدت في الشغل ده فتره كبيره، كان بيقبضني الحمد لله كويس، مش احسن حاجه بس كويس. كنت بشتغل بتاع 9 ساعات في اليوم الحمد لله. وبعد كده مره واحده فكرت بقى ان خلاص يعني الدنيا هتحلو هناكل، ما بيقولوا هناكل ايه، شيتوس في الجو، سوشي في الجو. لقيت مكالمة من مكتب الهجرة، انتي بتشتغلي شغل غير شرعي قبل 6 شهور. ف هنا ومن هنا ومن هنا كنت مين اللي اتقفش؟ كان حد بلغ عني انا والبنت البرازيليه. بنت كانت شغاله معانا وكانت ما بتحبنيش انا والبنت البرازيليه دي، فبلغت عننا احنا الاثنين، فاحنا الاثنين دفعنا غرامه. في هنا في القانون الكوري لو انتوا مثلا بتدفعوا غرامه بلس تاني مره لو حصلت بيسجنوكوا 9 ايام، بعد كده بيرحلوكوا على البلد اللي انتوا فيها. المهم هي اول ما خدت يعني هي بقى بتشتغل، هي كمان عندها المصاعب بتاعتها، قعدت بقى تشتغل شويه كده. هو ايه اللي انا بعمله ده؟ سابت البلد اساسا لحد يومنا هذا. هي ما رجعتش كوريا، جت الاجازه اللي فاتت قابلتها ومشيت عادي كاجازه عادي يعني. انا بقى ساعتها دفعت المبلغ ده وحسيت هو ايه اللي بيحصل في حياتي ده؟ هو انا في حاجه غريبه بتحصل في حياتي؟ هتقولي يا ميرا وانت لسه مكتشفه دلوقتي؟ ده اكيد حسد، ما فكرتش فيها ولو لوهله ان هي حسد. بس في الوقت ده انا خسرت فعلا ناس كتير جدا يا جماعه، بينت الحقد اللي في قلبها فعلا. والكلام ده انا بحكي لكم بقى اللي هو قبل 6 شهور. فانا كده كنت مثلا دخلت في مارس، شهر 3 4 5 6 7 8 9. من شهر 9 بقى ده اللعبه شويه هتتغير. ليه بقى؟ خلاص ان انا بعد 6 شهور اقدر اشتغل ان انا بقول المكتب الاميجريشن. بعت بقى المكتب الاميجريشن وساعتها رفضوا، لان انا طبعا كان السكور بتاعي او الجريد بتاعي يا جماعه واقع جدا جدا جدا، بسبب ان انا ما كنتش بذاكر وما كنتش عارفه اذاكر. هل انا كان عندي صحاب مصريين؟ وقتها ما كانش عندي صحاب مصريين. انا كنت من اوائل الناس المصريه البنات اللي جت دراسه. فبعدين صحابي التانيين بقى جم، بس انا برضو ما كنتش بتعامل مع مصريين كتير لان انا جايه عشان اتعلم اللغه. فكنت بقى بتعامل مع ناس كوريين ما يعرفوش انجليش علشان اعرف امارس اللغه. المهم من وقتها بقى قررت ان انا خلاص عدت 6 شهور. الاميجريشن قال لي لا. قعدت شويه، استنيت سمستر كمان، قعدت
ارفع الدرجات بتاعتي، وبعدين الاميجريشن اداني الموافقه ان انا اشتغل. نزلت بقى ساعتها قلت خلاص وانا هشتغل بقى في مطعم عربي ولا بتاع. ساعتها كنت بشتغل مطعم عربي ليه؟ لان انا ما بعرفش اتكلم كوري، وكمان لان انا كنت ضد القانون. اشتغلت بقى ساعتها في مطعم كوري، والمطعم ده اللي انا نزلت عنه قبل كده اللي هو بتاع المشاهير ده. وقتها بقى ده كان السعر في الساعة كان 14,000 ون، من 7 ل 14,000 ون في الساعة، وكنت بشتغل فيه 8 ساعات في اليوم. فاشتغلت في المطعم ده، قعدت بقى احوش كتير جدا، لان دي كان خلاص انا في شهر 9 ده، انا من شهر 9 او من بعد شهر 9 مثلا لحد النيو يير المفروض ان انا عايزه احوش بقى الفلوس، عشان انا ده اخر سمستر ليا في اللغه اللي هو هيكون ليفل 5. وبعد كده بقى المفروض ان انا عايزه ادخل الجامعه اللي هي انا مش عارفه طبعا هتجيلي منحه ولا مش هتجيلي منحه، فانا كنت عايزه احوش فلوس. اشتغلت في المطعم بقى ده شهور كتير، من شهر مثلا 9 ساعتها من بعد مثلا 9 10 11 12 1 لحد اخر 2 نقول مثلا 3. قعدت في المطعم ده لمده 6 شهور او حاجه زي كده. قعدت في المطعم ده كان كل حاجه كانت كويسه بصراحه. المدير اتغير، فساعتها كان عنصري باين ضد الاجانب او حاجه زي كده. خلاص ما بقاش يعني الجديد، المدير الجديد بقى عنصري ضد الاجانب. لا انا مش، انت مش هتقدري توصفي الحاجات دي بالكوري، انت مش هتقدري ما اعرفش ايه بالكوري، احنا عايزين حد ما اعرفش ايه. انا كده كده كنت هسيب المكان. قال لي انت، قال لي عايز بقى يبعتني ان انا بقدم الاطباق، ان انت لا تدخلي تغسلي المواعين. قلت له لا انا مش هغسل مواعين، هسيب مواعين ايه اللي 8 ساعات. قلت له بص انا كده كده هسيب الشغل لاخر 2، فخليني اشتغل لحد اخر 2 وخلاص. قلل لي عدد الايام، الحمد لله انا كنت وقتها حوشت مبلغ كويس. وبعدين جت بقى، انا بحكي لكم بقى الحاجات اللي هي ايه، اللي هو مفيش حاجات كبيره بتحصل في حياتي. جه في اخر سنه كنت طبعا اتعرفت على 2 في الشغل كانوا كويسين جدا، كنت بحبهم قوي قوي قوي. على اخر السنه عايزه اقدم على التوبيك ساعتها فاتني، وساعتها كان كورونا، فالمفروض ان انا كنت اخده في مدينه جيجو. فترددت لمده وهله، لقيت التوبيك كله متاخد من البلاد كلها، ومفيش اي حاجه ان انا اقدر ادخل بيها امتحان التوبيك. خلاص انا مش قادره ان انا اقدم على التوبيك، فمعناها ان انا مش هقدر ان انا اقدم على جامعه. يعني انا كده خلاص هرجع مصر، اصلا انا مش هقدم على لغه تاني. مش هقدم على لغه تاني.